في حاجات لما بنسمع عنها بنقول مجرد خرافة، بس لما تحاول تسأل أهل البلد تلاقي عينيهم بتتغير، سكوتهم بيطول، لأنهم شافوا سمعوا أو فقدوا حد بسبب. أنا مش جاي أحكي لك حكاية رعب، أنا جاي أخدك معايا في جولة في قلب القطار. هناك في الضلمة هتسمع صوت بيناديك، صوت ناعم هادي بيقول اسمك كأنه بيندهلك من جوه أحلامك. بس ما تخليش رجلك تتحرك، لأن لو مشيت ورا الصوت مش هترجع زي ما كنت. في حلقة النهاردة من أبعاد تانية هنغوص في واحدة من أقدم وأخطر أساطير الرعب في مصر، النداهة، الكيان اللي بيخطف الرجالة بيرجعهم مكسورين أو ما بيرجعوش خالص. أول مرة سمعنا عن النداهة كان من زمان، مش قصة واحدة، دي عشرات القصص كلها بتبدأ بنفس الطريقة. كنت ماشي في الغيط والدنيا ضلمة وفجأة سمعت صوت بيناديني باسمي. النداهة بيقولوا إنها ست جميلة جمالها يفوق الطبيعي، بتظهر للراجل لوحده تنادي عليه بصوت ناعم، وهو من غير ما يحس يقوم ماشي وراها. الناس في الصعيد بيقولوا إن النداهة مش بس كيان، دي جنية من الجن العاشق، بس مش من العاشق اللي بيداري، دي عاشقة مميتة بتظهر وقت المغرب أو الفجر أو في عز الظلم، واللي يمشي وراها يتقال عليه مخطوف. في قرى كتير بتحلف إنها حصلت فعلا. من الناس بيقولوا إن ابن عمي كان راجع من الغيط، سمع صوت مراته تنده عليه، راح اختفى يومين، ولما رجع كان بيبص لنا أكننا أغراب. العلماء بيقولوا دي حالة هلوسة سمعية، بس الناس بتقول اللي حصل مش هلوسة، ده موت ببطء. من ساعتها بقت كل حد في الغيط بيبص حواليه في الضلمة خايف من الصوت اللي جاي. تعال نخش بقى على بجد، على الحكايات اللي اتقالت على لسان ناس بس مش بس شافوا النداهة، لا عايشوا بعدها، بس مش زي ما كان. أول قصة معانا محمود من سوهاج، عنده 32 سنة، متجوز وعنده بنتين. طلع في آخر اليوم على الغيط علشان يسقي الأرض بتاعته. الدنيا كانت ضلمة بس هو متعود على كده. مراته بتحكي إنه اتأخر وقلنا أكيد نايم في الغيط، بس الصبح لقيناه قدام البيت قاعد على الأرض، عينيه مفتوحة بس مش بيرمش ولا حتى بيتكلم. محمود قعد كده 5 أيام ما بياكلش وما بيحكيش ولا يتكلم كلمة، وكل اللي بيقوله كانت بتناديني وكان لازم أمشي وراها. لحد النهاردة محمود عايش بس ساكت، عينيه ساعات بتدمع فجأة ويقوم يجري في أي اتجاه لو سمع صوت ناعم. القصة التانية الشاب اللي اختفى، وده كان من كفر الشيخ. أحمد عنده 24 سنة بيشتغل في أرض أبوه. في ليلة كان فيها مطر، قال أنا هنزل أربط الحمار علشان ما يتبلش من المطر. دوروا عليه لمدة يومين في الغيط وفي الترع وفي كل المستشفيات، مفيش أي أثر أحمد. اليوم التالت لقي هدومه متعلقة على شجرة على طرف الترع، وكانت مليانة تراب ناشف زي الطين. الغريب إن الترعة دي أصلا ناشفة بقالها أسبوع، يعني منين جت الطينة دي؟ ومين اللي علق هدوم؟ ست كبيرة في البلد قالت إن الداهية ندهت، يا إما عاش معاها يا إما غرق في عينيها. القصة التالتة من الفيوم. واحد من الشباب في البلد كان معروف إنه دايما بيرجع متأخر من القهوة، وفي مرة سمعوا صوته بيزعق في الغيط. لما راحوا لقيه واقف لوحده في الضلمة وبيقول سيبيني أنا مش هاجي معاكي، انت شيطانة مش بني آدمة. ولما حاولوا يشدوه فضل يصرخ وبيقول لهم دي لسه واقفة هناك ما تبصلهاش. من وقتها وهو بيتكلم مع حد مش باين اصلا، وكل ما حد يقول له في ايه يرد يقول هي سايباكم علشان شايفه اني خلاص بقيت معاها. القصص دي مش من فيلم، دي متقالة على لسان اهل القرى، وكل واحد منهم بيحكي وبيبكي، وفيه اللي بيحكي وهو بيبص حواليه كأنها واقفة وبتسمعه. وفي كل القصص دي في حاجة واحدة مشتركة، حد سمع صوت بيندهه وما قدرش يقاوم. بعد كل القصص اللي سمعناها طبيعي يجي في بالنا سؤال، هو ده بجد ولا الناس دي بتتوهم؟ العلم بيقولك في حالات اسمها الهلوسة السمعية، بتحصل لما يكون الإنسان مرهق جدا أو تحت ضغط نفسي أو في مكان ضلمة ومخيف زي الغيطان مثلا. العقل في اللحظات دي بيبدأ يخلق أصوات، ممكن تسمع اسمك بيتقال وممكن تحس ان في حد بيناديك من بعيد. ده اسمه علميا ذا كولينج هيلاسينيشن، وغالبا بيحصل بالليل لما المخ يكون في حالة حراسة من الخطر، فيفسر اي صوت بسيط كتهديد. لكن السؤال هنا، ليه دايما الصوت بيكون لواحدة ست وصوتها ناعم وبيخلي الراجل يمشي وراها؟ هنا بقى يدخل تفسير نفسي أعمق شوية. علماء النفس بيقولوا إن العقل الباطن عند الإنسان بيفسر الخوف على هيئة رموز، والست الجميلة اللي بتناديك دي رمز للإغواء أو للندم أو حتى للموت المغلف بالإغراء. يعني ممكن تكون النداهة مش كائن حقيقي، بس انعكاس لجوانب مظلمة في النفس البشرية. وفي تفسير تاني بيخوف أكتر، بعض المعالجين النفسيين قالوا إن الحكايات دي مش مجرد هلوسات،
دي حالات مس أو تلبس جزئي، يعني في كيان فعلا بيتصل بالشخص، مش لازم يظهر كامل، ممكن مجرد صوت، والصوت ده بيكون باب لو فتحته برجلك يدخلك لعالم مش هتعرف ترجع منه تاني. يعني ايه برضو الكلام اللي اتقال ده؟ يعني مش كل واحد يسمع صوت يبقى بيتخيل، ومش كل صوت بنسمعه لازم نرد عليه، لأن في أماكن وفي لحظات بيكون الرد فيها مش اختياري، بيكون دعوة لمصير أسود. حكايات النداهة بنسمع عن ست جميلة بتنادي الراجل، بتغويه وبتاخده وراها وتحوله لنسخة تانية أو بتختفي بيه خالص. السؤال اللي دايما بيجي في دماغنا، هل في حاجة في الدين الإسلامي شبه كده؟ الحقيقة في أكتر من آية في القرآن بتتكلم عن وجود الجن، من ضمنهم سورة الرحمن الآية رقم 15. الجن مخلوقات بتعيش معانا في نفس العالم بس في بعد تاني، احنا مش بنشوفهم لكن هما بيشوفونا. الجن العاشق، ودي من أشهر التفسيرات اللي اتقالت عن النداهة، جن بيحب بني آدم خصوصا الرجالة. وفي كتب كتير عن الرقية الشرعية اتكلمت عن الجن العاشق، وقالوا انه ممكن يتلبس الشخص او يظهر له في صورة واحدة جميلة ويحاول ياخده معاه للعالم بتاعه. في روايات اتقالت عن لسان شيوخ انهم رأوا ناس كانوا بيحكوا عن كائنات جميلة بتظهر لهم في المنام، نادى عليهم ويدخلوا معاهم أماكن عالية، نفس وصف النداهة بالظبط. اتقال في أحاديث كتير إن الجن بيفضل الأماكن الهادية زي الخرابات، الحمامات، الصحراء والغيطان، يعني مكان ظهور النداهة مش صدفة، كان المثالي لظهورها لو كانت فعلا ممكن. طيب هل ممكن النداهة تقتل؟ في قصص اتقالت إن جن قتل بشر، بس دايما بيكون عن طريق التلبس، يخلي البني آدم يأذي نفسه أو يتهور. وده يخلينا نرجع للمقولة اللي بنسمعها كتير، فلان مات بسبب النداهة. يمكن مش هي اللي قتلته لكن سحبته لحاجة قتلته. في النهاية تفسير النداهة دينيا ماهوش بعيد خالص عن مفهوم الجن العاشق، خصوصا لما بنلاقي ان كل وصف ليها بيتطابق على اللي اتقال في كتاب الرقية الشرعية. تحذير بسيط، ما تتأخرش في الغيط، ما تردش على اي صوت بيناديك خصوصا لو ناعم وجاي من مكان مفهوش حد. من اول الحكايات لحد التفسيرات فضلت النداهة واقفة ورا كل باب ضلمة جوه عقولنا، سواء كان كيان أو جن أو هلبسة أو ممكن تكون حاجات أكبر من كده بكتير. يمكن النداهة مش بتظهر لكل الناس، بس كلنا جوانا نداء الفضول، نداء الخوف، أو نداء بنتغابى ونقول عليه صوت في الهواء. بس الحقيقة إن في ناس فعلا مش بترجع أو بترجع بس مش هم. قولولي رأيكم في التعليقات، دي أكتر حاجة خوفتكم في القصة، لو حصل معاكم أو مع حد تعرفوه موقف مشابه، وكمان تحبوا الحلقة الجاية تكون عن ايه. انا محمد انور، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. استنوني يوم الخميس الجاي الساعة 9 في حلقة جديدة من ابعاد تانية.